السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا حبايبي معانا شوية بامية هنخزنهم في الفريزر ونشوف هنخزنهم ازاي. معانا مية على النار بتغلي، ماشي. معايا نص ليمونة برضو هعصر فيها نص ليمونة دي او احطها كده كلها وهسيبها تغلي عليها شوية، ماشي. هرجع لكم. حطينا يا حبايبي عصرة الليمونة وسيبنا المية تغلي عليها كده شوية على الليمون، مية بليمون مغلي. مش تحطي الليمون وترجعي تحطي البامية في نفس الوقت، لا سيبيها تغلي شوية، ماشي. أنا وريتكم إن أنا معايا هنا مية بتلج، تلج أهو يا حبايبي، حطاه في الفريزر علشانها أهو. هنطلعها من المية السخنة على المية المتلجة دي، ماشي. لازم كده يا حبايبي، لازم تطلع من المية السخنة على التلج او على مية متلجة يعني، بس مية تكون ساقعة، يا اما فيها تلج يا اما انت حطاها في التلاجة كده من تحت، ماشي كده. ايه، هنسيبها تاخد فورة واحدة. يلا يا حبايبي انا كده طفيت النار بعد ما خدت فورتين. هنصفيها حلو كده من المية السخنة دي اهو يا حبايبي. نصفيها كويس على المية اللي بالتلج ان شاء الله. اللهم بارك. لازم نصفيها كويس يا حبايبي من المية السخنة اهي. مية نازلة ازاي من المصفى اهي. يلا انا شايفين يا حبايبي البامية؟ شايفين لونها الحلو ده؟ سبحان الله، يعني بتزداد خضار، خضار على خضارها، سبحان الله. عندما ما تحطيها في المية اللي بالتلج بتزيد حسن، سبحانك يا رب. هنسيبها شوية في التلج. شايفين يا جماعة البامية بتصيف اهي. ما احنا في المصيف اهو، المفروض نروح نصيف يا جماعة، لا احنا باميتنا بالصيف اهو. جاية من الجو الحار للجو البارد اهو يا حبايبي. هنسيبها شوية تاخد راحتها كده في التلج ده، وبعدين نعبيها في الاكياس يا حبايبي وهنحطها في الفريزر اهو. ان شاء الله اللهم بارك. خليها بقى كده. هرجع لكم يا حبايبي ونعبيها في الاكياس. يلا يا حبايبي، عبيت الباميه هي طبخه يعني. على فكره يا حبايبي الباميه دي من الاسبوع اللي فات وما زالت عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. قدام حضراتكم اهي. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.